أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أسرار فريلانسنج مع ماندو. النهاردة حابب أكلمكم عن موضوع ممكن يبقى مفيد لناس كتير قوي، وبالذات الناس اللي هي ما عندهاش مهارة محددة عايزة تشتغل بيها أونلاين، أو لسه مش عارف إيه المجال هو ممكن يشتغل بيه. أو برضو ممكن لو حد ما عندوش كمبيوتر ومش متاح إن هو يقدر يشتغل على حاجة زي البرمجة أو الديزاين أو حاجة زي كده. في موقع مشهور قوي اسمه utest.com. الموقع ده فكرته بسيطة جدا، وهي ان انت بتعمل حساب على الموقع، وبعدين بتبتدي تحط كل الأجهزة اللي انت يعني عندك او اللي ليك اكسس عليها. يعني مثلا عندي موبايل، عندي سمارت تي في، عندي عربية موديلها كذا وهكذا. وبعد كده بيبتدوا هم يوفقوا بين الأجهزة المتاحة ليك وبين المشاريع المعروضة. المشروع بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن إن الشركة عاملة سوفت وير معين. هنقول مثلا على سبيل المثال البنك عامل ابلكيشن للعملاء بتوعه. طيب البنك ما ينفعش ينزل الابلكيشن دي للناس بدون ما يتعمل لها تيستينج كتير ونتأكد ان هي كويسة وما فيهاش مشاكل. طيب ما هو سهل قوي ان الديفلوبر يعمل تيستنج على الموبايل بتاعه وبعدين ينزل الحاجه وتبقى جاهزه. طبعا دي مش حاجه احسن حاجه، لانه كل جهاز بكل مواصفات بكل سوفت وير، هنقول مثلا اندرويد او اي او اس او كده، كل ما الحاجات دي بتتغير النتائج ممكن تتغير بتاعه التجربه. فهم بيحتاجوا انه يعملوا تيستنج للسوفت وير الجديد مع عدد كبير جدا من الناس. بيحتاجوا اي او اس، بيحتاجوا اندرويد، بيحتاجوا موبايل جديد، بيحتاجوا موبايل قديم، بيحتاجوا مواصفات كتيرة جدا وتنوع كبير جدا بحيث يقدروا يكتشفوا اي باجز او اي مشاكل بتظهر في السوفت وير قبل ما ينزلوه للناس. وبالتالي الشغل على الموقع ده بسيط جدا. انت بتدخل تدور، بتشوف ايه الحاجة اللي مناسبة ليك. اولا هم احيانا بيشترطوا ان انت تبقى من بلد معينة، فبتبتدي تدور بالبلد بتاعتك. لو لقيت البلد نفسها مش موجودة، بيبقى في مشاريع معروضة وورلد وايد لأي حد في أي حتة في العالم. تبتدي تشوف المشروع، هتلاقي مثلا بيقول لك إن أنت محتاج تنزل السوفت وير دوا وتعمل خطوات محددة 1 2 3 4، وبعد كده تقول لنا النتيجة كانت إيه. هل السوفت وير اشتغل معاك كويس؟ هل ظهرت باجز؟ طب إيه الايرور اللي حصل لك؟ هل السوفت وير بيهنج؟ وهكذا. كل تاسك من دول بتعملها بتاخد عليها فلوس، غالبا بيبقى مبلغ صغير. بس الفكرة الميزة انك اولا مش محتاج اي مهارة، مش محتاج انك تعرف تشتغل على سوفت وير معين، مش محتاج ان انت تتعلم حاجة، مجرد بتمشي على ستيبس، بتنفذ الانستراكشنز وبتسجل الملاحظات بتاعتك كده، يبقى تمام. الشغلانة خلصت وبتاخد المقابل بتاعها. احيانا الموضوع بيبقى يعني اكتر من كده او مختلف عن كده. هديكم مثال مثلا لواحد من المشاريع اللي انا شخصيا اشتغلت عليها. في وقت من الاوقات شركة امازون كانت عاملة تابلت جديد. التابلت ده مخصص للاطفال، فعايزين يجربوه ان اطفال حقيقيين يستخدموا التابلت ويسجلوا ملاحظاتهم عليه. انا اشتركت في المشروع ده مع ابني، كان هو لسه عنده يمكن 7 سنين وقتها. وبيبعتوا لك التابلت وبيبتدي كل اسبوع يقول لك في تاسك معينه. يعني مثلا نزل ابلكيشن على التابلت، اديه للولد يلعب بيه وسجل ملاحظاته. ابتدي افتح له مثلا فيلم على التابلت وخليه يشوف هل الصوره واضحه، هل الصوت واضح، هل هو بيستعمله مبسوط بيه ولا لا. المشروع ده كان 6 اسابيع. كل اسبوع بيديك تاسك معين، بياخد ملاحظاتك انت وبيعرف الفيدباك بتاع الطفل. وفي الاخر بعد ما المشروع بيخلص انت بتاخد مقابل الشغل اللي انت عملته، وبترجع الاجهزة للشركة مرة تانية، بحيث ان هم يقدروا يلموا فيدباك من ناس كتير جدا ويقدروا يعرفوا هل الاطفال حابة السوفت وير بتاعهم، هل محتاجين يغيروا في الالوان، هل محتاجين يغيروا في السهولة بتاعته، هل محتاجين يزودوا التشكيلة مثلا، الحاجات المتاحة عليه بحيث انه يبقى جذاب للاطفال اكتر، وهكذا. والحاجات دي بقى يعني لك ان تتخيل ان كل الاحتمالات موجوده، كل الافكار موجوده. وبالتالي ممكن تلاقي مشاريع كتير جدا، وممكن تلاقي حاجات مناسبه لك. هيبقى في حاجات ليها علاقه باللغات، يعني عايزين حاجه مثلا فيها عربي، حاجه فيها انجليش، حاجه فيها لغات تاني. المجالات اللي فيه واسعه جدا، والتاسكس اغلبها بيبقى صغير وسريع، وتقدر
تاخد مقابل على تاسك صغيره بتعملها في وقت قليل، وبالتالي اخر الشهر تلاقي نفسك جمعت مبلغ كويس. طبعا ناس كتير بتقول طب انا يعني مش هعرف اشتغل ازاي، دي حاجه صعبه، طب انا مش فاهم السيستم ازاي. عندهم حاجه اسمها يو تيست اكاديمي. يو تيست اكاديمي دي عباره عن اكنها كورسات مبسطه، في منها مشروح بالتكست وفي منها بالفيديو. بتقدر تحضر الكورس بيشرح لك ان انت لما تبتدي تعمل اكاونت جديد ايه الخطوات المفروض تتبعها، ازاي بتقدر تسجل الملاحظات بتاعتك، ازاي بتقدر تدوكيومنت اي ايرور حصل معاك، وهكذا، بحيث ان هم يقدروا يعرفوك كل حاجه. بعد ما بتعمل الكورسز السريعه دي كده اللي هي افيلابل طبعا فور فري، بتبقى جاهز ان انت تبتدي تقدم على مشاريع وتبتدي تشتغل. انا الحقيقه اشتغلت على الموقع دوت، شفته لطيف جدا ويعني قدرت اعمل عليه فلوس كويسه، وما بيحتاجش وقت كتير، ما بيحتاجش التزام كبير، لطيف جدا. وكل ما بتعمل بروجكتس اكتر كل ما تقييمك بيزيد، وبالتالي بتفتح لك فرص اكتر. حتى لو الموقع دوت جربت تعمل اكاونت عليه وما لقيتش مشاريع خاصه بيك او حاجه مناسبه ليك من حيث الاجهزه اللي عندك او حتى البلد، اكيد هتلاقي مواقع تانية بنفس الفكره بتدور على ناس تعمل تيستنج للسوفت وير او الاجهزه او اي حاجه شبيهه بكده. اتمنى الفكره دي تبقى مفيده. اتمنى انه لو حد عنده وقت قليل وحابب يجرب يقدر ان هو يجرب حاجه زي كده، ولو عجباك الفكره يا ريت توصلها لحد تاني ممكن يستفيد بيها، يبقى عنده وقت فراغ يقدر ان هو يعني يستفيد بوقته دوت في ان هو يعمل حاجه مفيده. لو حد جرب يشتغل على يو تيست او حاجه من المواقع الشبيهه يا ريت يقول لي ايه تجربته معاها في الكومنتس. واتمنى لما تجربوا قولوا لي لو حد وقفت معاه حاجه او قابلته مشكله كمان ممكن يقول لي، ونبتدي نحاول نوصل لحل ليها مع بعض. اتمنى الحلقه دي تبقى مفيده، واشوفكم في حلقه جديده من اسرار فريلانسنج مع ماندو.